نسمع لفظ الحديث. قال عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا أو بنوا على قبره مسجدا. ما شأن ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. فوصفهم عليه الصلاة والسلام بأنهم شرار الخلق. لماذا؟ لأن هذا العمل هو أعظم أسباب وجود الشرك وأعظم أسباب دفع الناس إلى الوقوع في عبادة غير الله تبارك وتعالى. ولهذا وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى، لأنهم بهذا العمل أصبحوا دعاة فتنة ودعاة ضلال ودعاة شرك ودعاة باطل، عندما بنوا هذه البناية وسيدوا هذا البناء على قبر الرجل الصالح. فالحديث فيه دليل وشاهد للترجمة من جهة تغليظ النبي عليه الصلاة والسلام على فعل هؤلاء باتخاذ القبور مساجد، وذلك بالبناء عليها وجعلها مكانا للعبادة.